بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في رثاء ناصر الزهراء المرجع المقدس آية الله العظمى الشيخ ميرزا جواد التبريزي قدس سره: رويدك يا ناعي الفقاهة والرشد، ولطفا بآهاتي فقد ضعف الجلد. نعيت فقيها جهبذا قل نده، تقيا وفي الدنيا الدنية قد زهد. نعيت معين الاجتهاد ونبعه، وصرحا منيعا للولاية لا يهد. وكان لسانا يقرع الجهل نيرا، بعلم ودين لا يفل ولا يصد. نعيت ملاذ المؤمنين وكهفهم، إذا عز حامي الدين أو عدم السند. نعيت جوادا للمعارف والعلا، فما شح بالتعليم يوما وما اقتصد. فخط بذوق الفقه إرشاد قائد، وما أجمل الحامي إذا كان معتمد. بأقوى براهين الأدلة خطه، وسطر فيه كل نور كما حشد. وأبدع في بحث الأصول دروسه، مناهج فكر الألمعي إذا رفد. له طبقات في الرجال رصينة، تشير إلى من عنه يروى ويعتمد. شعائره للمؤمنين منارة، تزيح شكوك الجاهلين إلى الأبد. وفي فدك الزهراء أثبت حجة مجلجلة تحكي الولاء الذي اتقد. ولا غرو فالشيخ المقدس عمره، على ذكر آلام البتولة في كمد. وأعظم ما أشجاه تشكيك جاهل، يروم رضا الأعداء يا بئس ما حصد. يروق له التشكيك في ظلم فاطم، فتبا له مما جناه وما أعد. فهب زعيم المؤمنين وحصنهم، لتبديد ذا التشكيك في صولة الأسد. جريء كمي لا يهاب مضللا، ولا شر أتباع المضل ومن عبد. إلى أن مضى والحزن ملء فؤاده، لما حل بالزهراء من وهن الجسد. وما نابها من ظلم أهل زمانها، بما لم يعد يخفى ظهورا على أحد. فسل بابها يا صاح ما صار عنده، وما حل من قتل شنيع على الولد. فقد عصرت بنت النبي وأسقطت، وسالت دماء الطهر من فعل شر يد. وأوهنها كسر الضلوع ونزفها، وضرب سياط المجرمين ولطم خد. فلله ما أقسى قلوب عداتها، فكم جرعوها من مصائب لا تعد. لقد أوجعوا بالجرم قلب نبيهم، وعند محب الآل قد ورثوا الكمد. فأعل بعليين أرقى مراتب، لناصر بنت المصطفى ما لها عدد. وهبنا هبات الطهر في كل موطن، ففاطم خير الذخر والزاد والسند. سعيد الدبوس من أهالي القطيف، حرر في تاريخ يوم الأربعاء 5 من شهر رجب عام 1437 هجري.